السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناتي قناة دينا ريان. قبل ما تبتدي الفيديو اشتركوا في قناتي عشان هتسوها تكبر بيكم. قناتي محتواها روتينات ميزانية اقتصادية أكلات توفير، وكمان روتينات مشجعة جدا وفلوجات. أحب إن انتوا تشرفوني لأول مرة تشوفوني. أنا دينا ريان. إن شاء الله قناتي تستفادوا منها حتى لو 1%. يلا بينا نقول بسم الله. الفيديو النهارده جامد جدًا، جدًا، وكلّه أفكار للتوفير، وبإذن الله هاقول لِك برضه تعملي إيه عشان حاجة تكفّي معاكِ، والحاجة برضه يبقى فيها بركة، والحاجة اللي في البيت هي اللي تكفّي، مش لازم كل حاجة نشتريها من الشارع. فالله المستعان، ويعيننا ويقوينا جميعًا يا رب. الحاجة يوميًا، يوميًا بمعنى الكلمة بتزيد في الأسعار. فالله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا جميعًا، ونقدر إن إحنا نتصرّف، ونقدر إن إحنا نكفّي بيتنا بأقل القليل. الحمد لله، ربنا دايمًا يجعل بيوتنا دايمًا عامرة يا رب. فالله المستعان. يلا بينا كده. اول حاجه قلت اشغل الغساله لان كان عندي غسيل كتير قوي، فرحت غسلت والله غسلتين. يعتبر الروتين دوت نصه مسائي ونصه التاني كان تاني يوم، تمام كده متقسم على يومين. بالليل بقى غسلت الغسلتين ونشرتهم الحمد لله. مليت البلكونه، وبعد كده قلت بقى اعمل العشاء اللي هو بالنسبه لنا الغدا بتاعنا يعني، تمام كده، عشان بنتغدى متاخر شويه. فزي ما انتم شايفين كده هاعمل النهارده مسقعة. جيت ابص كده في التلاجة عندي، كنت جايبة بتنجان رومي في اول الاسبوع، قلت اعمله في يوم مسقعة ونسيته، فقلت يلا بقى ما بدهاش، هنعمل النهارده مسقعة. وكنت جايبة بطاطس وحمرتها، وافتكرت بقى ان انا مش عندي فلفل لما لقيت الكيلو ب16 جنيه. فقلت مش لازم ان انا اجيب فلفل، مش هتقف يعني على الفلفل. فالله المستعان ما جبتش فلفل. قطعت بطاطساية كده كبيرة ما شاء الله، يجي لها يجي نص كيلو كده واكتر، وبتنجانتين رومي كده. لقيت بصراحة فكرة كده على النت ان انت بتحطي على البتنجان الرومي بتاع اللي هتقليه عامة يعني لأي حاجة، حطي عليه مية وملح. فقلت اجرب والله. هو شرب زيت بس مش قوي، فاهمين قصدي. وحمرت البطاطس، حطيت عليها شوية خل ومية وملح لان انا سبتهم يجي ساعة كده واكتر في المية والملح. وبعد كده بدأت ان انا اعمل الاكل بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا اعمل بقى الصلصة بتاعة ال- المسقعة. ركزوا معايا المسقعة، تمام كده. وطبعا كنت حمرت البطاطس وحمرت البتنجان وظبطت الدنيا كده، وخلاص بقى هبدأ ان انا اعمل الصلصة بتاعة المسقعة. زي ما انتم شايفين حمرت كده فصين توم، وحطيت عليهم شوية خل وشوية كزبرة ناشفة، بتديها تست حلوة قوي، تمام كده. ومش حاطة خل كتير برضو. وبعد كده نزلت بالقوطة بتاعتي لان انا كنت مفرزة القوطة للأسف، كنت مقطعاها كده وشايلاها مش مفرزاها صلصة. بصراحة بتفرق جامد جدا لما كل حاجة متفرزة على الجاهز وتاخديها تشتغلي بيها على طول. فالله المستعان. حطيت بقى الصلصة بتاعتي كلها. انا ما بصفيش الصلصة بتاعت المسقعة وبتاعت المحشي، الاتنين دول ما بصفهمش. وبعد كده حطيت بابريكا لان القوطة كانت حمرا قوي. وبعد كده حطيت كزبرة ناشفة، حطيت ملح وسبع بهارات بس كده. كانت طعمها تحفة جدًا عايزة أقول لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول بقى ما تتسبك لأن طبعًا كلّها مَيّة يعتبر خفيفة، هتتسبك خالص وأوريكم شكلها هيبقى عامل إزاي قبل ما أحط البطاطس والبتنجان بتوعي. هنا باوريكم إن أنا حاطاهم في مصفى، قُلت يتصفوا خالص من الزيت بدل ما أحط مناديل. قُلت يتصفوا من الزيت وبعد كده إيه هابدأ أنزّلهم. بصوا الصلصة اتسبكت إزاي. أنا طبعًا شِلت منها لإن ما شاء الله كانت كتير، شِلت منها قُلت هاحتاجها أكيد. شِلت طبق صغير يعني مش كتير، وسِبتها تتسبك كويس جدًا. بجد كانت النتيجة رائعة، رائعة بجد. وكان طعم المسقعة تحفة ومكوناتها مش كتير. المفروض كنت أحط فلفل بس مش لازم، ما توقّفيش نفسِك على حاجة بسيطة زي كده ومش هتغيّر في طعم الأكلة اللي أنتِ هتعمليها. عايزة أقول لكم والله كان طعمها جميل جدًا وعجبت كل اللي كَلها، ألف هنا وشفا للي كَل. عبارة عن مسقعة، مسقعة عبارة عن بتنجان وبطاطس. عندِك فلفل تمام، ما عندكيش خلاص. والحاجة الغالية في السوق مش ضروري إنِّك تشتريها. يعني أنتِ لقيتِ مثلًا الخيار والخس، لقيتِ الخيار ب10 جنيه، طب ما تجيبي خس. الخاصيتين ب5 جنيه، التلاتة ب10 ولا الأربعة ب10. فاهمين قصدي. لقيت الجزر غالي مش لازم تجيبيه الأسبوع ده. لقيت اللهم صل على سيدنا محمد البطاطس غالية وانتي أولادك بيحبوها، بدل ما تجيبي 2 كيلو لأ جيبي كيلو. الفلفل نفس الكلام لما لقيته ب16 قلت مش ضروري، مش هيحصل لنا حاجة لو ما جبتش فلفل. إلا بقى لو ضروري تعملي محشي والّا حاجة، جيبي يا ستي ربع كيلو. فاهمين قصدي؟ في ضروريات وفي مش ضروريات. يعني دلوقتي أنا هاعمل مسقعة، الأساسي بتاع المسقعة بتنجان،
فأنا هاجيب بتنجان، عرفت أجيب فلفل تمام، ما عرفتش بدلته بالبطاطس، أوقات بيبقى موجود عندي البطاطس والفلفل وبتنجان أعمل ال3 مع بعض ما فيش أي مشكلة. ففي حاجة تقدري إن أنتِ تستغني عنها طالما هي غالية أو مش ما لهاش يعني مش ضروري في الأكلة، وفي حاجات ما تقدريش تستغني عنها. فاهمين قصدي إزاي؟ هنا كنت العيش ده جايبينه من الفرن من عند حماتي وكده اللي هو الأبيض دوّة، بصراحة بنحبه نجيبه يعني لمّا بنروح، فالله المستعان جبنا كده ما شاء الله قُلت أشيله في الفريزر بينفعني بصراحة لإن العيش غالي، أنا كنت أنا أصلًا مش باجيب ببطاقة تموين، فباجيبه اللي هو بيتباع من السوبر ماركت يعني. فكنا بنجيب ال10 ب5 جنيه، دلوقتي ال7 ب5 جنيه، عايزة أقول لكم والله ربنا يرحمنا برحمته، ربنا يرفع البلاء والغلاء ويعني ويعيننا ويقوينا جميعًا يا رب، اللهم آمين. فزي ما أنتم شايفين كده زي ما قُلت لكم من ضمن التوفير إن أنتِ مش لازم تجيبي أي حاجة مش مضطرة ليها، جيبي الحاجات الضرورية، الضرورية بس، مش أكتر من كده. هنا بقى حبيت إن أنا أعمل لهم حاجة حلوة بجد اليوم اتعودي اليوم اللي أنتِ تعملي فيه الأكلة اقتصادية، تكوني عاملة حسابِك إنِّك تعملي حاجة حلوة فيه، يعني مثلًا أكل ما يكونش فيه لحوم ولا فراخ ولا سمك، حاولي تعملي بقى صينية كيكة بالليل، صينية بسبوسة، صينية كنافة، رز بلبن، بليلة، الحاجات دي كلها كوجبة عشا بجد هتفرق معاهم جدًا إن أنتِ عوضتِ مثلًا وجبة الغدا اللي هي كانت بالنسبة لهم أي كلام يعني، ده بالنسبة لأولادِك يعني إن هي بالنسبة لهم أي كلام، فإن أنتِ لأ، أنا هاعوّضكم بحاجة تانية، هاعمل لكم حاجة بالليل، واسأليهم عايزين تاكلوا يعني تتحلّوا بإيه بالليل، بصراحة بقى لي كتير أوي، أوي ما عملتش الرز بلبن، وكنت بافكّر إن أنا أعمله فجات من عند ربنا يعني، جِبت لبن وكده وشيلته في الفريزر، فقُلت لأ أنا هاغلي اللبن بزيادة وهاعمل منه رز بلبن، فغليت اللبن قبلها بيوم، وبعد كده ما شاء الله خدته تاني يوم كده كان اللهم بارك جميل جدًا، بدأت أدفّيه كده عملته بطريقة حلوة أوي، أوي عجبتهم، ألف هنا وشفا اللي كَل. زي ما أنتم شايفين كده أنا بصراحة ما كنتش في بالي إن أنا أعمل رز بلبن، فما سل ما نقعتش الرز، المفروض الرز أصلًا يتنقع، أنا حاطة كوباية رز على كيلو لبن، تمام كده، فبدأت أسلق الرز بتاعي عادي خالص، وبعد كده لمّا بدأ يدخل في السِوَى نزلت عليه بكيلو اللبن بتاعي الدافي، وبعد كده لمّا بدأ يغلي بقى معايا وبدأ يدخل في السِوَى، نزلت عليه بمعلقتين كبار 3 معالق كبار كريم شانتيه من اللي هو السايب، وعليه معلقة نشا صغيرة، ودوّبتهم في شوية مَيّة وبدأت أنزل عليهم كده، لمّا لقيته بقى بدأ يستوي، نزلت عليه بكيس فانيليا. طبعًا كوباية السكر اللي قُلتها لكم في الأول، تمام كده، حابة تسكّريه دي بتاعتِك أنتِ، أنا بصراحة زوّدت سكر تاني، أنا يعتبر حاطة كوباية ونُص سكر على كيلو اللبن وعلى كوباية الرز. وطبعًا 3 معالق كريم شانتيه وعليها معلقة صغيرة من النشا، عايزة أقول لكم كريم شانتيه أول مرّة أعمل بيه الرز بلبن سمعت كذا حد قال إن هو حلو، عايزة أقول لكم خلّى الرز بلبن في حتّة تانية خالص، تحفة جدًا، جدًا وجميل أوي، وعايزة أقول لكم ما تزوّدوش الرز عن كوباية، يعني ما تزوّديش عن كوباية رز على كيلو لبن، لإن هو كده مضبوط جدًا، لو زوّدتِ هتلاقي الرز طبعًا مسك في بعضه وتحسّي إن أنتِ مش حاطة لبن أصلًا. فأنتِ كوباية الرز عليها كيلو لبن، فده كده المعيار المضبوط. السكر ده بتاعِك أنتِ، أنا بصراحة حطيت كوباية ونُص سكر على الكمية دي. فاللهم بارك بصوا عملوا كام طبق، عاملة طبقين كبار واللهم بارك 7 أطباق صغيرين. ألف هنا وشفا للي كَل، حاجة نضيفة، حاجة عاملاها في بيتِك، حاجة موفّرة معاكِ، دي برضه من ضمن أفكار التوفير. دلوقتي معانا بقى القرص اللي وريتها لكم في الفيديو اللي فات، حبيت ان انا اعمل لكم فيديو منفصل عشان تشوفوا شكلها وتشوفوا طريقتها ومعاييرها، بصراحه مش انا اللي عاملاها، حماتي اللي كانت عاملاها، يسلم ايديها الصراحه، كانت قرص بالعجوه وقرص بالسكر والقرفه وقراقيش ساده بقى كده، حاجات بصراحه كفايه ان انت عاملاها في بيتك ضامناها وانت اللي عاملاها بايدك، وكمان موفره معاكي دلوقتي القرصه بقت ب2 وب3 جنيه، والقرصه اصلا ما بتعملش حاجه، صغيره جدا جدا ومش بتشبع، فانت حاجه عاملاها في بيتك وضامناها وكمان نضيفه، تمام كده، فدي برضه فكرة من أفكار التوفير. معاه دلوقتي برضه فكرة كمان بجد هتوفّر معاكِ جامد جدًا، جدًا، إنِّك تجيبي البقسماط الناعم من الفرن بتاع الفينو، لو أنتِ مش عندِك مخبوزات وطحناها وكده زي ما عملت معاكم فيديو قبل كده، لو افتكرت هانزّل لكم الفيديو ده في صندوق الوصف، فجِبت كده ب5 جنيه بقسماط ناعم من الفرنة، وحطيت عليه فنجان كده من النشا وعليه يعني كوباية إلا ربع من الدقيق، ونزلت عليها بالتوابل اللي انت عايزاها بقى، اي توابل عندك، ملح، كمون، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، بصل بودر، توم بودر، وكمان حطيت بابريكا، وحطيت كركم عشان بيديكي لون حلو قوي، لون ذهبي للحاجة اللي انت بتقليها ايا كان، فراخ، بانيه، اي حاجة.
فاللهم صل على سيدنا محمد، وبدأت كده أقلّب الكمية كلّها. عايزة أقول لكم النشا بتدّي قرمشة جامدة جدًا وحلوة أوي للبانيه والفراخ، والدقيق كمضاعفة كمية للبقسماط، والبقسماط نفسه أصلًا جميل جدًا مع التوابل بقى. طبعًا هتحطيهم في علبة وتبدئي إن أنتِ تسحبي منهم كده جاهز على طول، لإن هو طبعًا فيه البهارات بتاعته والملح. أنتِ هتاخدي الحبة على قد الكمية اللي أنتِ هتستعمليها وخلاص. طبعًا حاولي على قد ما تقدري ما ترجعيش الكمية اللي تتبقى للعلبة اللي فيها باقي الكمية، عشان ما تبهدليش الكمية كلها وتبوظيها، لإن في الحر مش هتستحمل وممكن تسوِّس. فزي ما أنتِ شايفين كده تاخدي كمية على قد اللي أنتِ هتعمليه، وحاولي على قد ما تقدري زي ما قُلت لِك ما ترجعيش اللي يتبقى منِّك في العلبة اللي فيها باقي الكمية، عشان طبعًا لو في حر والّا حاجة الحاجة دي هتسوِّس، لإن طبعًا أكيد فيها بواقي من الأكل أو من البانيه أو من الفراخ أو أيًا كان الحاجة اللي أنتِ بتقليها، فهيبقى غلط. فأنتِ حاولي قد ما تقدري تاخدي على قد الكمية اللي أنتِ هتحتاجيها وعشان ما تتفضش منِّك وترجعي تاني. فالله المستعان. ده كده زي ما انتم شايفين فكرة من أفكار التوفير. معانا دلوقتي بقى الفواكه تحفة اليومين دول، طبعا فاكهة الشتاء والخضار بتاع الشتاء عامة بيبقى جميل جدا جدا. قلت بقى ايه اعمل لاولادي كوكتيل، قلت حاجة كده كوجبة عشاء. الحاجات دي كلها يا جماعة مش فيهم واحد، انا بصراحة واخداهم من باقي الفيديوهات. قلت كده هقول لكم على كام فكرة تعجبكم جدا جدا يوميا ان انت تعملي لاولادك حاجة حلوة. اليوم ده كنت جايبة فاكهة، كنت جايبة كيلو موز، كنت جايبة كيلو تفاح، وكنت جايبة كيلو فراولة. مش لازم ان انت تجيبي فاكهة، فاكهة يعني من كل حاجة 2 3 كيلو. والله العظيم عايزة اقول لكم جبت من كل حاجة كيلو. اللهم بارك اللهم بارك. الحاجة كان فيها بركة. الحاجة دي بتفاحتين على 3 موزات على كام فراولية عملتها عصير، عملت طبق الكوكتيل اللي انتم شايفينه ده كله. عايزة اقول لكم ولادي كانوا قايلين لي عليه وكان نفسهم في كوكتيل، فجبته ساعتها الاسبوع ده. قلت لهم خلاص هخرم الميزانية المرة دي بتاعت الاسبوع، وهاجيب لكم التفاح والموز والفراولة. الأسبوع اللي بعده قُلت يعني إيه، حاجة تشيل حاجة. جِبت لهم 2 كيلو استفندي مع 2 كيلو برتقان، ومشيت الميزانية ب20 جنيه. فبجد على حسب ميزانيتِك إذا كان أسبوعية أو شهرية أو يومية، هتعرفي تعوّضي يوم عن التاني أو أسبوع عن التاني أو شهر عن التاني. فإحنا ستات بيوت شاطرين ونبدأ إن إحنا نوفّر، ونعرف برضه إن إحنا ما نحرمش أولادنا من حاجة. التوفير مش حرمان يا جماعة. يا رب يكون أفكار استفدتوا منها حتى لو 1%. باحبكم أوي في الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو مع صحابكم عشان قناتي الصغيرة تكبر بيكم. باحبكم أوي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.